أسوأ عدو ممكن يكون لنفسك وبتعمله بنفسك هو الصوت الناقد الداخلي السلبي أو التفكير النقدي السلبي عن الذات. الأشخاص اللي ما بيحبوش نفسهم أو ما عندهمش درجة كبيرة من حب الذات لنفسهم هم اللي بيسمحوا لنفسهم إنهم يقبلوا الأفكار دي، أفكار السلبية عن ذواتهم بيقبلوها وبيصدقوا الصوت اللي بينتقدهم ده، ويبتدوا إن هم يتعاملوا من خلاله ويتفاعلوا من خلاله. أصوات زي لا أنا مستحقش، هو أنا إيه لازمتي في الحياة، هو أنا فايدتي إيه يعني لما أعمل الحاجة ديت. الأصوات السلبية دي اللي مليانة بالنقد للذات، كل ما إن إحنا صدقناها وكل ما إحنا سمحنا لنفسنا إن إحنا نسمعها ونصدقها ونتعامل من منطلقها، إحنا كده بنعمل أكبر تدمير ذاتي لنفسنا. وبتكون النتيجة اوتوماتيك بقى إن إحنا بنبتدي نترجم الأفكار دي لما بنصدقها لسلوك. السلوك ده بيكون سلبي برضو، بيدمر، بيجيب مزيد من التدمير للذات. وكل ما تنفذ السلوك ده على المدى بقى الطويل شوية، كل ما بتصدقه وكل ما بتنفذ السلوكيات ديت بتبتدي تجيب أدلة أكتر وتثبت لنفسك الفكرة أكتر إن أنت فعلا لا تستحق، إن أنت فعلا مش من حقك إن أنت تعيش حياة كريمة، مش من حقك إن أنت تعيش في وفرة، أنت مالكش لازمة في الحياة. تبتدي إن أنت بقى أكتر وأكتر تنسى حقوقك، أكتر وأكتر إن أنت تتذكر واجبات الآخرين، تلاقي نفسك مهتم بالآخرين وناسي نفسك، سايب نفسك في آخر الصف خالص. تنسى حقوقك على نفسك، وما تنغمس أكتر في فكرة إن أنت مش عارف تحتوي نفسك ومش عارف تتعامل بلطف وبحب وباحترام تجاه نفسك. والأفكار السلبية هتبتدي تزيد وتزيد وتزيد، والصوت الداخلي اللي دايما بنسمعه بيقول لنا إن إحنا ما نستحقش، وإن إحنا مش محبوبين، وإن إحنا قليلين، وإن إحنا ملناش لازمة. كل ده بيرجع سببه الأساسي للطفولة اللي إحنا عشناها، لكم الأحكام بتاعت الناس علينا وإحنا صغيرين، لكم الرفض اللي اترفضناه في وقت كده بنكون متحمسين فيه، ونلاقي الحماس ده برفض من تجاه الناس اللي حوالينا، أهلنا بقى، الأب، الأم، الإخوة، الأصدقاء، المدرسين، whatever. انتقادات الناس لينا، رفضهم لينا، لا انت مهما تعمل برضو مش هنقولك برافو، عملت حاجة حلوة محدش سقفلك فجاتلك خيبة أمل. كل الأفكار السلبية والناقد الداخلي السلبي اللي جوانا والصوت بتاعه اللي بيفضل يزن جوانا، سببه هي الأشياء اللي عشناها في الطفولة. فالنتيجة كانت الطفل ده لما كبر شايف نفسه مش ذكي، شايف نفسه غبي، شايف نفسه ضعيف، شايف نفسه مش منسجم مع اللي حواليه، شايف نفسه ان هو خايف، مش عارف يقول لأ. الصورة المحيطة بيه للعالم مشوهة، مش عارف يتعامل مع الناس، مش عارف يصدق الناس، دايما بيشك. ليه؟ لأنه هو اتزرع فيه أشياء من صغره بسبب الناس اللي حواليه، أشياء عاشها في الطفولة كونت له صدمات، خلينا نقول بدرجاتها بقى المتفاوتة. فإحنا دلوقتي عايزين نغير الوعي ده. خلاص اللي اتقال واللي حصل وتكون جوانا اللي تكون، والنتيجة اللي جت بناء على ده كله جت خلاص. اوكي، الجديد ايه بقى؟ ان انا يعني اغير الوعي بتاعي
أدرك إن أنا مش كل ده، أدرك إن أنا حقيقتي أكبر من كده، أدرك إن أنا خليفة لله، أدرك العظمة بتاعتي، أدرك القوة بتاعتي. تمام؟ فكل مرة هتسمع فيها صوت الناقد السلبي اللي جواك بيقولك أي شيء عنك مهما كان، شيء كبير أو شيء صغير أنت شايفه تافه، وسمحت له إن هو يفضل مستمر في هذا الصوت تجاهك وفي هذه الأفكار تجاهك، انت كده بتدي الصوت ده القوة ان هو يتحكم فيك اكتر، وان هو يخترق ويدخل في حياتك اكتر. وبالتالي هيبقى عندك عدم استحقاق، هيبقى عندك عدم تمكين، هيبقى هتعيش ضعف، هتعيش امور سلبية كتير جدا. فاحنا دلوقتي عايزين نعيش في وعي ان لا، انا انتبه بقى اول ما يجيلي الصوت ده على طول اكذب هذا الصوت، اقول جوايا كده بوعي دي كذبة، دي كذبة. وفي سؤال سحري نسأله: لمن هذا؟ لمن ينتمي هذا؟ مين اللي زرع الصوت ده جوايا؟ مين سبب نشأته وتكوينه؟ أعيده إلى المرسل مع الوعي. مش لازم تدور على الإجابة، انت بس بالإدراك بالوعي تقول الكلام ده. لمن هذا؟ كل مرة تحس فيها بشعور في إحباط، شعور في قلة حيلة، شعور في عدم ثقة بالنفس، شعور في ضعف، شعور في ذل، شعور في خوف، أي شعور مش حقيقتك، لا يعبر عنك، شعور سلبي، صوت داخلي جالك، لمن هذا؟ أعيده إلى المرسل مع الوعي. وتأكد لنفسك إن دي كذبة، دي مش حقيقة، دي مش حقيقتي. وكل الأسباب اللي أدت لأن الصوت ده يكون موجود أنسف وأدمر، أنسف وأدمر وأشفر وألغي وأنفي خلق كل هذا بعدد لا يعلمه إلا الله، أو بعدد لا متناهي من المرات. ودايما دايما دايما ذكر نفسك بعظمتك. واسأل السؤال السحري برضو ده: ما العظمة التي يجب أن أكون عليها والتي أنا عليها فعلا؟ ما هي العظمة التي يجب أن أكون عليها والتي أنا عليها فعلا؟ ودايما تستشعر حبك تجاه ذاتك، حس براحة كده تجاه ذاتك، فكر بشكل رائع عن نفسك بشكل دايم ومستمر. كل فكرة أو صوت سلبي يجيلك دي كذبة، لمن هذا؟ أعيده إلى المرسل مع الوعي. وتشوف حاجة جميلة في نفسك تتذكرها، فكر نفسك بشكل دائم: إن الحسنات يذهبن السيئات. لما تشوف حاجة حلوة في نفسك، حاجة حسنة في نفسك من الحسنات، هتذهب السيئات، وهو الشيء السيء عن نفسك، وهو الشيء اللي فيه سوء تجاه نفسك، اللي هو ربنا أصلا كرمنا، ربنا أصلا خلقنا مكرمين، ولقد كرمنا بني آدم. وأنا يجيلي صوت سلبي، صوت ناقد ينتقدني ويقول عليا ان انا فاشلة، انا اسفة، اصدقك ولا اصدق ربنا؟ انا اسفة اقول للصوت دوت كده بس كذبة. انسف وادمر واشفر والغي كل هذا. لمن ينتمي هذا؟ اعيده الى المرسل مع الوعي. ومهما حصل من تحديات ليك في الحياة ومهما واجهت، اعرف ان كل ده كذبة، انت اعظم من كده بكتير بكتير بكتير. حط بس الوعي ده عندك، تشربه، ابتدي طبقه. وفي فيديوهات جاية تانية كتير هنتكلم بالتفصيل عن العظمة بتاعتنا، هنتكلم بالتفصيل عن القدرات الخارقة اللي ربنا مديها لنا وان احنا مش شايفينها. هنتكلم عن الامكانيات اللامحدودة اللي في حياتنا بس احنا برضو مش شايفينها، وماسكين في الأصوات السلبية، وماسكين في الصوت الناقد السلبي اللي جوانا ومصدقينه ونتعامل من خلاله،
وبنتعامل ان احنا مصدقين ده، في حين ان كل ده كذبة. مفيش اسرع من ان احنا نحب نفسنا عشان نوصل لقوتنا الحقيقية، عشان الحب هو القوة، والقوة هي الشجاعة، والشجاعة دي اللي بتقتل الخوف خلاص. فنكون ألطف من كده مع نفسنا، نكون أحن على نفسنا، نحتوي الجزء الضعيف فينا، نحتوي هذا الصوت، يعني أي مشاعر سلبية جوانا نحتويها، ونفهم بوعينا إن دي كذبة، دي مش حقيقتنا. وعشان ما كررش الكلام أكتر من مرة، أنا قلت اللي عايزة أوصله لكم، وإن احنا نعمل إيه قلته في خلال الفيديو دوت أكتر من مرة عشان الفيديو ما يطولش عن كده. ارجعوا اسمعوه تاني وتشربوا الكلام ده بوعيكم، وشوفوا قد إيه صورتكم الذاتية هيحصل فيها يعني تحسن كبير جدا مع الوقت، مع التكرار. إن الحسنات يذهبن السيئات. وكرروا كرروا كرروا، انفقوا على نفسكم حسنات، وشوفوا حسنات نفسكم، وابعدوا كل ما يسوءكم عن أنفسكم. وفي النهاية بشكركم جدا، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.